انتي فاكرة ان انتي كسولة، بس في الحقيقة انتي مش كسولة، انتي جسمك بيصرخ. بتقولي انك بتكسلي وبتأجلي وبتسوفي، عارفة ايه اللي يفيدك وعارفة ايه اللي في مصلحتك ومع ذلك مش بتعمليه. عارفة بالظبط الخطوات اللي انتي محتاجة تاخديها عشان توصلي لهدف ما ومع ذلك مش بتعمليها. وحتى لو بتبدأي لفترة قصيرة جدا 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 وترجعي لنفس الدايرة، وان انتي بتكسلي بتسوفي بتأجلي الحاجات اللي عليكي، وفعلا بتحسي انه غصب عنك، فعلا بتحسي ان انتي مش قادرة، ما عندكيش طاقة. حتى بقت دايما بتتقال دلوقتي ما عنديش طاقة اعمل حاجة، حتى انا نفسي ساعات بقول كده، ما عنديش طاقة، ماليش نفس. وانا زيك كنت فاكرة ان انا كسلية لحد ما اكتشفت ان الموضوع اكبر من ان انا كسليه. فخليني اقولك 4 خطوات ساعدتني ان انا اكسر الدايره دي، وساعدتني اتخلص من الكسل او تاجيل المهام او التسويف، اللي هو بالمناسبه كارثه هتطرق على عقلك. لان فكره ان انت تبقي عارفه الحاجه اللي في مصلحتك وما بتعمليهاش وواعيه ان انت ما بتعمليهاش، ده بيخليكي تحسي بالذنب، فبنخش في دايره اسوأ والاسوأ لاسوأ لاسوأ. فتعالي انا وانتي نحل التسويف والكسل والتأجيل مع بعض. بس قبل ما اشرح لك ال4 خطوات بالتفصيل، ما تنسيش لو انتي لسه جديده في التشانل بتاعتنا ان انتي تعملي سبسكرايب او اشتراك للتشانل، وكمان تعملي لايك للفيديو ده وتشيريه لصاحبتك اللي انتوا الاتنين بتشتكوا لبعض ان انتوا بتكسلوا وبتأجلوا المهام اللي عليكم. اتمنى من ربي من كل قلبي ان الفيديو ده يكون فيه فايدة لكل حد يتفرج عليه. وانا قلت النية في الفيديو بصوت عالي عشان تفتكري ان النية حاجة مهمة، مش بس ان انتي تقوليها بالكلام ولكن كمان مهم تحسيها من جواكي. اول خطوة في ال4 خطوات هو انك تفهمي جسمك، لان ممكن يكون السبب ان انتي مكسلة او مسوفة مش بس ان انتي كسولة وبنت مهملة او بنت مش مكافحة او مش بتسعي، ممكن يكون المشكلة جسدية. فاول خطوة انك تفهمي جسمك. ليه جسمك مش قادر؟ ليه عقلك بيدي الاوردر ده ان انتي ما تقوميش تعملي الحاجة اللي وراكي او تأجليها؟ ممكن يكون عندك التهابات، نسبة الالتهابات في جسمك عالية، فده بيخليكي مش قادرة تعملي مهام يومك. ممكن يكون عندك اكتئاب او حالة نفسية سيئة مخلياكي فعلا شايفة الدنيا بطريقة سلبية وفعلا ما عندكيش نفس ان انتي تعملي حاجة. ممكن يكون عندك مشكلة مرضية زي الغدة الدرقية، خمول في الغدة الدرقية، بعد الشر طبعا عن كل حد بيتفرج على الفيديو. ممكن يكون عندك مشكلة فعلا جسدية، مشكلة مرضية. ممكن يكون عندك مشكلة في الأعصاب زي العصب الحائر. العصب الحائر ده بيجيب كسل وبيجيب حالة نفسية سيئة وهو حاجة عضوية. فأول حاجة لازم تفهمي جسمك وتشفقي عليه. لازم تفهمي ان الجسم ده ليه كيمياء من جوه كلها متوصله ببعض. المخ ده اللي انت بتقولي عقلي اللي منه لله وتقعدي تدعي عليه، مخك ده في الحقيقه هو كيمياء، هو وصلات عصبيه، هو خلايا. جسمك ده هو لحم ودم وفي نسبة مية، في أعصاب، في أوتار. جوه الجسم ده في أعضاء كتير بتشتغل من غير ما انت تحسي بيها. جسمك ده بيعدل الحرارة اللي حواليكي، بيجدد الخلايا. عقلك ده قاعد ياخد كمية مستقبلات في الثانية الواحدة، سواء بالسمع أو بالبصر أو بإنه يدي أوردر لجسمك إنه يتكلم أو يتحرك. فانتي الجسم ده معجزة إلهية حرفيا. انتي بقى بتعامليه ان هو متكاسل وان هو مش عايز يعمل، وانك مهما تبدأي يرجعك للدايرة الاولانية. فاول حاجة انك تفهمي جسمك وتشفقي عليه وتعرفي ايه الشيء اللي ممكن يكون بيخليكي اصلا جسديا تسوفي او ان انتي ما تقدريش تقومي بجسمك تعملي الحاجة. وفكرة بس ان انتي تفهمي ايه الحاجة العضوية اللي معطلة جسمك عن الحركة والنشاط الدايم، دي تقريبا هتبقى 70% من الحل. طبعا بقى في تحاليل، من الافضل انك تروحي لدكتور. ممكن تدوري على الانترنت على الاعراض اللي عندك، ايه الاعراض اللي عندك وتدوري ايه اسبابها. عندك مليون طريق، المهم ان انتي تفهمي ايه اللي بيحصل جوه جسمك، حتى لو بس من خلال المعرفة. حتى المعرفة
عن جسمك من جوه، ده هيفتح عقلك لمدارك انت ما تعرفيهاش. مش لازم يعني تكوني دكتوره وبتدرسي طب عشان تفهمي جسمك من جوه، ممكن تفهمي بس الاساسيات او الحاجات او الاعراض اللي عندك دي ممكن تيجي من ايه. فهنفهم جسمنا، هنتعاطف معاه، وهنحاول نحل المشكله لو هي مشكله عضويه. وبالمناسبه معظم الامراض الجسديه وإن لم تكن كلها هي سببها سبب نفسي، فلازم تركزي برضو على نفسيتك، ان ازاي دايما مهما تروحي في حتة حزينة انك تعرفي ترجعي نفسك تاني، انك ترجعي تسلمي تاني وتتوكلي على الله، وترجعي توازني الحزن ما بين الحزن وما بين الحياة الواقعية. بما ان انا بروح يعني في دايرة الحزن دي، فلازم اذكر الحتة دي عشان في اكيد ناس غيري برضو وبنات غيري بتروح للحتة دي. فكرة اليأس والإحباط والحزن والعيش في الماضي، إنك تعيشي في الماضي، إن يكون عندك ذكريات أنتي مش قادرة تتخطيها، كل ده في الآخر بيأثر على جسمك وبيعمل مشاكل عضوية، وبالتالي بيخلي جسمك ما عندوش النشاط الكافي إن هو يتحرك وينتج. فدي كانت أول خطوة، وإن أنتي تفهمي جسمك. تاني خطوة إنك تغيري الفكرة، ودي بقى خطوة عملية جدا جدا جدا. إنك تراقبي امتى الفكره بتجيلك، فكره التاجيل او التسويف او انك تكسلي عن حاجه انت المفروض تعمليها. تراقبي هي بتجيلك امتى، تسجلي هي بتجيلك امتى، وتلغيها فورا في عقلك. فبكل بساطه اول ما تكوني عايزه تعملي حاجه وتكسلي عنها، تقولي في عقلك وتقولي بالكلام انا بلغي الفكره دي من عقلي دلوقتي، وبختار ان انا اعمل الحاجه اللي ورايا. وعشان فكره تغيير الفكره دي تنجح لازم تكون في ثواني قليلة جدا، ثانية او 2 أو 3، مش اكتر من كده. ما تاخديش نص دقيقة تفكري، ما تاخديش دقيقة تفكري، لا. يعني ممكن تعدي نفس واحد بس، نفس واحد بس. هي فكرتها في السرعة، ان انتي تغيري الفكرة اللي جت في دماغك بسرعة عن التأجيل او التسويف. فانا مثلا دلوقتي عايزة اقوم اصور، ده شغلي، فقلت النهاردة على فكرة الجو حر جدا 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 جدا، وانا قاعدة بنهار من الحر حرفيا. يعني ده مش مثل غير واقعي، لا ده مثل واقعي. فانا صحيت النهارده قلت لا انا مش قادره اصور، الجو حر، وانا عشان اصور لازم اكون قافله كل التكييفات وكده علشان الصوت يطلع كويس. فقلت لا الجو حر، انا مش قادره اصور، مش عارفه ايه، وهلبس لسه هلبس في الحر ده، واحط ميك اب واظبط الكاميرا واظبط السيتنج ومش عارفه ايه. اول ما جت الفكره دي في دماغي قمت لبست، قمت لبست، ما خدتش ثانيتين 3. فانا عملت ايه؟ لغيت الفكره، ما سبتهاش تكمل، اتكلمت مع نفسي ان انا رافضه الفكره دي، وان انا عايزه اقوم اعمل اللي انا اعمله. في ثواني قمت لبست وبقيت في امر واقع. انا دلوقتي بقى خلاص، انا حرفيا دلوقتي قاعده بصور. فلما يكون وراكي حاجه وتجيلك فكره التسويف، ارفضيها فورا فورا. فتاني خطوه اللي هي غيري الفكره، هي خطوه عمليه. فكره ان انت اول ما يجيلك احساس او شعور الكسل او ارفضيه في عقلك، وقومي اعملي الحاجه في ثانيتها حالا. وانتي اول ما تبداي هتلاقي الامور ماشيه ورا بعضها. تالت خطوه واللي هتنهي على التسويف ابد حياتك كله، التكرار 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 التكرار. انك تعيدي فكره ان انت كل ما يجيلك فكره تسويف تقومي تعملي الحاجه اللي انت عايزه تعمليها. ممكن في الاول تفلت منك، يعني مثلا الموضوع ما يمشي مره وما يمشيش 2، بعد كده يبقى بيمشي مره وما يمشيش 10، بعد كده يبقى يمشي 5 مرات و5 مرات لا. تالت خطوه هي اللي هتثبت الموضوع عنك، ان اول ما يجيلك الفكره تلغيها. خليني اديكي مثال. انا دلوقتي وزني زاد، اكيد لو حد بيتفرج عليا يعني من فتره طويله، مثلا من 2 3 هيعرف ان انا وزني دلوقتي ازيد من قبل كده في حياتي. وبقالي يعني 3 سنين بحاول اعمل دايت، وكل ما اعمل دايت ابوظه، وكل ما اخس شويه ارجع اتخن اكتر من الاول. ليه بقى؟ عشان انا عقلي بيسوف، بالذات في فترات حزني انا احب اقعد اكل. وساعات على فكره مش بدخن من الاكل، يعني مش بدخن عشان باكل كتير، لان انا كمان طلع عندي اعراض التهابيه هي السبب في التسويف وهي السبب في زياده وزني. بس الفكره اللي فادتني بقى ايه؟ ان انا دلوقتي وانا عامله دايت، ودي الطريقه الوحيده اللي نفعت معايا في الدايت بعد كل المرات اللي انا جربتها، ان اول ما يجيلي فكره ان انا عايزه اكل حاجه دلوقتي، الغي الفكره واقوم اعمل حاجه تانية حالا. لا مش لسه هفكر انا عايزه اكل ايه، لا انا حالا هاكل اكل صحي. مش لسه هفكر انا عايزه اكل سكر او لا انا حالا هاكل فاكهه مثلا. ما بديش الفرصه لعقلي يفكر، وهكذا
اكرر الموضوع مرة واتنين وتلاتة، يفشل مرة اعيد تاني، يفشل مرتين اعيد المرة التالتة، هيظبط. وكل ما يظبط عدد مرات اكتر، التكرار بتاع ان انتي بتقومي على طول، ده هيخلي اصلا جسمك يعتاد الشيء ده، هتبقى عادة بعد شوية. لان احنا عارفين اي حاجة بنمارسها لاكتر من 21 يوم هي بتبقى عادة وبتثبت في حياتنا. فتالت خطوة هي التكرار، انك تفضلي تعيدي الموضوع ده كتير. رابع خطوة والاخيرة هي ان انتي تشكري نفسك على المجهود اللي عملتيه. تشكري نفسك انك خلصتي التاسك اللي في الشغل النهارده، تشكري نفسك انك ما اكلتيش اكل مضر بصحتك النهارده، تشكري نفسك انك النهارده ما شربتيش اي حاجه فيها دخان تاذي رئتك، تشكري نفسك انك النهارده فكرتي تفكير ايجابي، تشكري نفسك ان انتي النهارده اخترتي انك تعملي حاجه مفيده، تشكري نفسك انك اخترتي تلعبي رياضه النهارده وتفيدي جسمك، تشكري نفسك انك اخترتي النهارده انك تكوني هاديه ومش عصبيه. كل مجهود صغير تشكري نفسك عليه وكأنه إنجاز كبير. ليه بقى؟ لأن ده هيبني وصلة عصبية جديدة في مخك، وهيخلي مخك يفرز دوبامين من الأشياء والإنجازات الصغيرة، لأن أنتي بتشكري نفسك وبتكافئي نفسك عليها. لأن الشعور الإنجاز هو مطلب في حياة الإنسان. يعني الإنسان بيحتاج إن هو يحس إن الحاجات اللي بيعملها أو المجهود اللي بيعمله مقدر. فأنت بقى مش كل شوية هتلاقي حد يقولك أنت برافو عليكي إن أنت عملتي كذا، لا ده أنت، هما هيقولولك بس في النهاية، يعني هيقولوك لما يشوفوكي نجحتي في الاخر. يعني خليني ادي مثال على نفسي، مش كل مره انا هختار ان انا اكل اكل صحي هلاقي حد يقول لي برافو عليكي. انا عارفه هم هيقولوا لي برافو عليكي امتى، لما اخس بقى، لما يشوفوني رفيعه زي الاول. فانتي بتبني لنفسك فكره الانجاز، فكره التقدير على المجهود، وشعور الانجاز ده هيخلي العقل يفرز دوبامين، فهتبقي مدمنة بس للعادات الكويسة مش للعادات السيئة، هتبقي مدمنة للحاجات اللي بتفيدك. فدول كده كانوا الأربع خطوات اللي هيخلصوكي من التسويف أو التأجيل. خليني أقولهم لك بسرعة. أول خطوة إن أنت تفهمي جسمك، تاني خطوة إن أنت تغيري الفكرة حالا، تالت خطوة هي التكرار، رابع خطوة هي إن أنت تشكري نفسك على المجهود اللي بذلتيه. جربي الأربع خطوات دول حتى بس ل10 أيام، اعملي كده جدول في 10 ايام وجربي ان انتي تتبعي الاربع خطوات دول لمدة 10 ايام. لو بعد ال10 ايام التسويف ما قلش بنسبة من 40 ل 50%، ما تفرجيش عليها تاني، بس يعني تتبعي زي الكتاب ما بيقول حتى في ابسط الاشياء. يعني مثلا في ناس ابقى مثلا عايزه اقوم اجيب كوبايه ميه وانا مكسله دلوقتي اقوم اجيب كوبايه الميه، حالا غيري الفكره واعملي تكرار للموضوع ده. في ناس بتبقى مكسله تقوم تجيب ريموت التكييف او ريموت التي في، حالا غيري الفكره وبعدها اشكري نفسك. خلي ال10 ايام دول ان انت بتدوري في الانترنت ازاي تفهمي جسمك اكتر داخليا. وصدقيني فكره ان انت تتخطي او تتغلبي على التسويف والكسل دي في حياتك، دي من اكتر الحاجات اللي هتفيدك في حياتك وهتلغي الملل والزهق، هتعلي الانتاجية وبالتالي مستواك المادي هيعلى، بالتالي شكلك هيبقى احسن، صحتك هتكون افضل. لان احنا اصلا معظمنا بقى عندنا وعي بالحاجات الصح اللي المفروض نعملها، بس احنا مكسلين نعملها او مش قادرين، ما عندناش طاقة ان احنا نعملها. فلو واحدة وصدقي الخطوات البسيطة دي بتفرق جدا، لو واحدة عرفتي ترجعي طاقتك دي او عرفتي تنشطي جسمك من تاني وتغيري الافكار في عقلك ان انت تكوني بتعملي الاشياء المفيدة ليكي، وده يخلي عقلك يفرز دوبامين زيها زي الحاجات السلبية اللي اتعودتي عليها، صدقيني حياتك هتتغير مش اقل من 70-80%. واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل الفكره في الفيديو ده ليكي. ولو انت حاسه ان انت استفدتي من الفيديو تقدري تشيريه مع صاحبتك وتجربوا انتوا الاتنين سوا عشان تشجعوا بعض. اشوفك على خير في الفيديو الجاي، سلام.